افتكرها. خلونا بتنضم معنا جودي محسن. برحب بيكي يا جودي، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا مبسوطه يا جودي قوي ان انت كنت في هذه الاحتفاليه، وكنت مبسوطه اكتر ان السيد الرئيس بدأ يتفاعل معاكي وفاكرك وعارف وبقى يتكلم معاكي يا جودي. شكرا لحضرتك. قولي لنا بقى، يعني كنت متوقعه ان ده يحصل، ان السيد الرئيس يبقى فاكرك وفاكر اسمك ويتكلم معاكي؟ انا كنت متوقعه كده لان طبعا سياده الرئيس السنه اللي فاتت مم. كان كلمني قال لي هطلع اتصور معاكي يا جودي. مهم. فانا كنت امل جدا ان سياده الرئيس يقول لي ايوه يا جودي انا فاكرك، وده اللي حصل فعلا. مم. وشكرا جدا خالص لان انا بجد يعني الحمد لله يعني مبسوطه كنت يعني. فرحت جدا يعني انا كنت حسينا مبسوطه. بفرحتك يا جودي وانتي على المسرح والسيد الرئيس بيكلمك، حسينا ان انتي فرحانه جدا يعني. ايوه شكرا. طيب جودي، كلميني عن يعني التطور بتاعك في الغنى والعزف على البيانو ومشاركتك في هذه الاحتفاليه. طبعا انا السنه دي والاول مره مم. غنيت مع الفنان حسين الجسمي، آه. وكنت أول مرة يعني أغني نجم كبير زي أستاذ حسين الجسمي، ودي كانت بالنسبة لي برضو تطور. طبعا حاجه كبيره طبعا. طبعا. فنان ونجم الغناء حسين طبعا. الجسمي، ان تغني معاه حاجه كبيره، حاجه تخض برضو كده في الاول يعني. بس هي حاجة برضو تفرح في نفس طبعا. الوقت. اتدربتي يا جودي على الغنى معاه قبلها طبعا اكيد؟ اه. خدتي وقت للتدريب صح؟ اه طبعا. انتي بتعزفي على البيانو؟ أنا بعزف على البيانو برافو شاطرة. وبألف كمان. الله، تأليفي ايه؟ موسيقى ولا اغاني ولا كلمات ولا لا، ايه؟ موسيقى. موسيقى، برافو عليك. طب جودي، قولي لي اهتمام السيد الرئيس ودعمه المستمر من خلال هذه الاحتفالية في النسخة الخامسة، شايفة ايه يعني؟ شايفة ازاي الدعم ده، او بتسمينيه ازاي او بتقدريه ازاي؟ طبعا أنا بكون مبسوطة جدا باهتمام سيادة الرئيس بالقادرون باختلاف. مهم. طبعا. طبعا غير كده ان مثلا زي مثلا وثائق تعمل بطريقة برايل مثلا، مم. فده برضو اهتمام برضو حلو جدا. طبعا طبعا. ووجود الحفلة دي برضو من تمام الحمد لله، مم. وخلي المجتمع برضو يبصلنا بطريقة يعني كويسة أكتر، وده طبعا حاجة كويسة. والله يا جودي، المجتمع كله بيحبكوا قوي قوي. شكرا ان لحضرتك. انتوا حلوين وجمال جدا يعني. طيب يا جودي، قولي لي السيد الرئيس بقى قال لكم ايه بقى في الكواليس؟ قولي لنا الاسرار انتي بقى. قال لك انتي ايه طبعا بالتحديد بقى؟ أنا أول ما طلعت على المسرح اه. وكده، مم. فهو قال لي جودي ايوه انا فاكرك، قلت له حضرتك فاكرني؟ ايوه. قال لي ايوه طبعا، وانا واقفه معايا برضه قال لي انتي مبسوطه؟ قلت له طبعا. وبعد كده بقى في الكواليس بقى، ما خلصوا او انتوا وقفتوا كلكم عشان تتصوروا معاه لانه كان ايوه. مبسوط جدا، قال لكم ايه ايوه بقى؟ طبعا. كان مبسوط بيكم؟ طبعا هو كان مبسوط جدا، وانا نفسي كنت مبسوطه ان انا واقفه جنب سيادة الرئيس، حلو قوي. وعايزه اشكره يعني. آه. طيب. واشكر طبعا باشمهندس امل، واشكر الاستاذه شامي جمال مم. و... وسيادة الرئيس طبعا على اهتمامه. طب جودي، انت شاركتي السنة اللي فاتت والسنة دي، تختلف ايه من السنة اللي فاتت عن السنة دي بالنسبة لك انت كمشاركة؟ بالنسبة لي السنة اللي فاتت عن السنة دي، مم. إن أنا طبعا غنيت مع فنان حسين الجسمي، مم. وإن سيادة الرئيس افتكرني، الله، حاجتين ده طبعا حلوين. بيفرق لي حاجة كبيرة. اه. طيب جودي، يعني طبعا اكيد دعم الاسرة ودعم ماما ومساندتها طبعا. ليكي حاجة طبعا كبيرة بشكل طبعا، خاص لا جدا لمامي. تقدر، لا تقدر بثمن يعني. طبعا. كلمينا برضه عن دعم ماما في البيت والاسرة في البيت ليكي. طبعا ماما وبابا هما اللي اهتموا بيا في الأول وطوروا الموهبة بتاعتي، مم. وده اللي خلاني في التطور ده الحمد لله. طب الحمد لله. هل ممكن نكلم ماما بقى عشان احنا كمان نشكرها؟ ماشي. تمام. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا جودي ليكي هذا الله يبارك النجاح في الرائع. حضرتك. شكرا يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه هويدا احمد، والده جودي، برحب بيكي واهلا وسهلا بيكي. شكرا، اهلا بحضرتك. انا الاول طبعا بشكرك جدا 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 على يعني الموهبه الجميله اللي قدمتها لنا جودي، وده ما بيجيش طبعا من فراغ، ده من مجهود وتعب وصعوبات اكيد واجهتك كتيره جدا، بس بنقول لك شكرا شكرا على تعبك شكرا ومجهودك. لحضرتك، وكل الشكر لسيادة الرئيس على اهتمامه. من أول ما سيادة الرئيس عمل عام للاحتياجات الخاصة، بدأ
كل المجتمع بينظر بنظرة جديدة جدا، يعني مختلفة للاحتياجات الخاصة، وبقى اسمهم القادرون باختلاف بسبب رعاية الرئيس ليهم مم. واهتمامه بيهم. مم. وكل يعني كل سنة الاحتفالية دي بتجدد الاهتمام دوت عند المجتمع، مم. وبتزود من وعي وثقافة المجتمع. الرئيس استمر بشكل كبير جدا لذوي الهمم او القادرون باختلاف، وبانه ليهم حفله سنويه. يعني بصراحه احنا كلنا بنستناها. شايفه ازاي ده الدعم ده؟ الدعم دوت طبعا، يعني كل سنة بيكون في قرارات جديدة، طلبات جديدة بتتحقق على أرض الواقع طبعا. وكل سنة بيبقى في ناس جديدة بتتقدم بتظهر، في حاجة، في نور بيتفتح جديد لناس كتير. لما بتشوف الحفلة دي بتحس ان يعني ده بيكون دعم ليها وبداية لان هي هما كمان عايزين يعني الامل ده يتحقق بتاعهم وحلمهم كمان. بتحول يعني ناس كتير بتبقى لما بتشوف الحفلة ديت بتحس ان المحنة بتاعتها هي ممكن تطلع منها، وان هي منحة تبقى منحة جميلة. الولاد دولت وبيفرحوا طبعا، يعني ده وبيعزز الموقف ده والشكل ده وجود سيادة الرئيس في الاحتفال طبعا. طيب اكيد انت كنتي في الاحتفالية، قولي لنا كده الكواليس بقى، انت كنتي هناك وشايفة الكواليس ازاي؟ والله الكواليس كلها بتبقى مليانة حب واهتمام، والولاد بيبقوا مبسوطين ان هم موجودين مع بعض وموجودين في وسط مجموعة من الفنانين الكبار اللي بيكونوا موجودين معاهم في البروفات. اهتمام مهندسة أمل بيهم، أستاذ هشام جمال المخرج بتاعنا اللي كل سنة بيقدم حاجة جديدة للولاد، بيقدمهم بشكل جديد مختلف عن السنة اللي قبلها. كل ده طبعا وهشام ما شاء الله عليه يعني مميز في كله. كل دوت بيدي جو مختلف جوه الكواليس طبعا يعني. قولي لي بقى، اما السيد الرئيس افتكر جودي وكلمها، كنت متوقعه الحوار الجميل ده؟ والله احنا يعني اتفاجئنا. هو السنه اللي فاتت اتفاجئنا بان سياده الرئيس كان بيكلم جودي بشكل مباشر. دي كانت مفاجاه. والسنه دي يعني هي كان نفسها وكانت حاسه ان ده هيحصل، وسبحان الله ربنا حققه لها يعني. فكانت مفاجاه حلوه برضو ولفته جميله من سياده الرئيس. طبعا اكيد اكيد. بنشكركم جدا، وطبعا انت بوجه خاص بنشكرك جدا على تعبك ومجهودك وشرفتونا، وكانت حاجه جميله جدا في هذه الاحتفاليه. بنشكرك جدا وشكرا ليك وشكرا لجودي. شكرا. يعني طبعا بتبقى